بتعملي مربى البرتقال ودايما يقولوا لك ان فيها مرارة وان طعمها مش مظبوط وان القشر او القلب، وفي اختلافات كتير قوي على الموضوع ده. طيب، تعالوا بينا نبدأ ونشوف سوا مع بعض مربى البرتقال عاملة ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيباتي؟ هعمل معاكم النهاردة مربى البرتقال اللي لا غبار عليها، مش هتختلفي عليها خالص. دايما تعمليها ويقولوا لك ان فيها سنة مرارة. تعالي اقول لك هنعمل ايه. اول حاجة، مية بتغلي على البوتاجاز، هنزل فيها البرتقال اللي انا هستخدمه. البرتقال اللي هتستخدميه يا ست الكل هيكون برتقال بسرة، مش اي نوع تاني. وهيكون البرتقال كلها لونها برتقاني، يعني ما فيهاش حتة خضرة. تمام. وتكون البرتقانة ناعمة وقشرتها خفيفة مش خشنة وقشرتها تقيلة. الحاجات دي كلها هتكون معاكي في البرتقانة. بإذن الله هتطلع معاكي مربى برتقانة 10 على 10. 5 دقايق بالظبط وانت واقفة وهترفعي البرتقان من المية المغلية. طب ليه حطينا ده؟ عشان ننزل المية اللي لونها غامق قدامكم دي، اللي هي مرارة القشرة بتاعة البرتقان. معنى كده انك هتعملي لنا المربى بالقشر، اصبري عليا يا ست الكل، هتاخدي احسن مربى واحلى مربى عملتيها في حياتك بمربى برتقال. تمام. هنعمل النهارده الطريقه بسيطه وسهله جدا. دي الميه اللي فيها المراره وانا هستغنى عنها، مش هستخدمها خالص. هجيب البرتقال بقى، هعمل فيه ايه؟ البرتقال عندي بقت طريه زي ما احنا شايفين كده. هشيل الجزء اللي فوق وهتقل ايدي شويه وانا بشيل، يعني هوصل للفصوص بتاعه البرتقال. ومن تحت عند السره برضو هعمل نفس الموضوع. وبعد كده هبتدي اقطع البرتقانه. هتقطعيها ازاي؟ هوريكم التقطيعه اللي احنا هنقطعها النهارده، والتقطيعه اللي انت تقدري انك تستخدميها سهله جدا وبسيطه. لو عايزه انك تقطعي اصغر من كده قطعي اصغر من كده. ليه بقى؟ لو ما عندكيش اللي انا هعمله في الاخر هقول لك تقطعيها اصغر من كده ازاي. تمام. هشيل الجزء الابيض اللي جوه ده، ما بيبقاش الطف حاجه في البرتقان، وكمان ما بتستويش، ولو استوت ما بيبقاش طعمها حلو. وبعد كده هقطعها التقطيعه اللي انتوا شايفينها دي. السكينة تكون معاكي حامية، هتشتغلي على حاجة علشان طبعا هتنزل معاكي كمية من العصير وانتي بتقطعي. فلما تكون السكينة حامية هتقطع معاكي بسرعة والدنيا هتمشي معاكي على طول. الاتنين جنب بعض بقطعهم كده، الاتنين مع بعض، بدل ما اقطع واحدة واحدة وتاخد مني وقت وتتعصر وتهدر عصير مني كتير. لا، مربى البرتقال من الحاجات اللي لا بنضيف لها لا جيلي ولا جيلاتين ولا فانيليا ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. البرتقال لوحده كفيل بنكهه وريحه طيبه جدا. بعد ما تقطعي الكميه اللي انت عايزاها، انا هنا طبعا كل كيلو من البرتقال هتضيفي له نص كيلو من الجزر، ما بين ربع لنص. انا الحقيقه دول 2 كيلو من البرتقال، انا ضفت لهم قد ايه جزر؟ ضفت لهم نص كيلو جزر، وده على حسب رغبتكم. يعني ممكن الاتنين كيلو برتقال تضيف لهم كيلو الا ربع جزر، هيبقوا كويسين جدا. لازم الجزر، احنا ما بنحبش الجزر، الجزر مش هيبان اصلا مع البرتقال خالص. هو بس عشان يديكي كثافه وتقل وسمك. في ناس بتشيلي القشر. انت هتعملي المربى بالقشر، ما قلنا مراره. قلت اصبري يا ست الحاجه، كل المراره حضرتك نزلت في قلب الميه اللي غليتي فيها البرتقال. ده كده شكل المربى بعد ما قعدت ساعة الا تلت على البوتاجاز. مربى البرتقال من الحاجات اللي بتقعد وقت طويل. تمام. حطيت لها قد ايه سكر؟ معلش الحته دي يعني مش موجوده في التصوير. الاتنين كيلو ونص كيلو البرتقال حطيت لهم كيلو الا ربع من السكر. لو انت عايزاها سكر هيكون عالي هتحطي كيلو من السكر، هيبقى الدنيا مظبوطه معاكي اكتر من كده. تمام. انا بحب سكر المربى يكون هادي، علشان كده حطيت. بعد ما اتاكدنا من عمليه التسويه، طبعا في ناس كتير جدا ما بتحبش تاكل المربى قطع. هستخدم الهاند بلندر وهاخد حاجه بسيطه جدا، يعني انا بحبها فيها قطع. لو انت ما بتحبيهاش فيها قطع اضربيها خالص. طب ما عندكيش هاند بلندر اشتغلي في الخلاط. دي كده كانت النتيجه معايا، الحمد لله انا راضيه جدا عن النتيجه. انا بحبها وسطيه زي ما انت عايزه بقى. طيب، تعقيم البرطمانات عشان المربى تقعد معاكي من السنه للسنه. ببخر بس البرطمان في السخونية زي ما انتم شايفين كده، وبعبي المربى وهي سخنة تماما. طيب، ده ما بيخليش البرطمان يطق معاكي؟ لا خالص. البرطمان ما بيطقش زي ما انتم شايفين. انا اكتر من مرة عملت معاكم الموضوع دوت كده، ان انا ببستر المربى بتاعتي وبقفل الغطا تماما، ما بيفتحش غير لما تسمعي التكة بتاعة الحفظ.
هعبي بقى المربى وهي سخنه تماما، وهقفلها وهي سخنه، وبعد كده هعرضها للميه الفتره من الحنفيه. وكده اتاكدي ان البرطمان هيقعد معاكي فتره طويله جدا. تأكدي ان البرطمان هيقعد معاكي فترة طويلة جدا من غير ما يظهر على وشه اي عفن. كمية الاتنين كيلو برتقان ومعاهم نص كيلو جزر طلعوا لي الكمية الجميلة اللي انتوا شايفينها كده. طعم وريحة قوام للمربى حاجة في منتهى الجمال. وداعا لأي حد عمل مربى قبل كده بالبرتقان ولقاها مررة، الطريقة المرة دي على ضمانتي. جربوا الوصفة وإن شاء الله تدعوا لي. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الوصفات الاقتصادية السهلة اللي ما فيهاش غلطات بإذن الله. ولو عجبتك الوصفة ما تنسيش تكتبي لي كومنت حلو أو تكتبي لي دعوة كويسة إنك استفدتي ولو حاجة بسيطة جدا من الفيديو. عملت معاكم النهاردة مربى البرتقال بدون مرارة، بدون إضافة أي نكهات خارجية. وصفة بسيطة وسهلة جدا. أشوفكم بخير في وصفة جديدة من وصفاتي. كانت معاكم مرمر محمد من ميرو في المطبخ.